مرتاح؟ والله انا مرتاح كتير. هلا هذا اول لقاء على الهوا ما هيك مع إيه، بعض بتجتمعوا؟ مالك عزيز وغالي، ومحطة الفضائية السورية محطتنا، يعني احنا ما كتير بنلتقي مع بعض بلقاءات هلا لأنه بس ما في مواقف طبعا عشان ما ما هذا ينعرف. هلا مشان نحن دغري تكون دغري فاهم ببلشوا هيك العالم القصة. بيقولوا ببلشوا يكتبوا انه إيه. يا اخي في مواقف وهيك. لا حتى لا. انتم ما اشتغلتوا مع بعض دراما كثير. يعني مشاركاتي انا مع بالنسبه لاعمال بابا كانت قليله يعني. بس ليش كنت كل ما اتصل مع الاستاذ محمد يقول لي خبرت قيس، وكل ما احكي معك تقول لي خبرت البابا؟ هذا دليل على انه اللي بنقوله نحن بشكل او باخر دائما بلقاءاتنا، كونه نحن شخصيات بشكل او باخر كل واحد له مجاله بالفن وله شخصيته المستقله. هي الورقه اللي شو عم تعطيني اياها من هلا؟ في قلم هون بس فدليل على انه كل حدا في له استقلاليته بالراي بشكل او باخر. اولوياتكم بتختلف بالحياه استاذ تحس؟ ما في اختلاف، يعني انا بحس انه في توافق. بس يعني انا ما بقول لك خبرت قيس، لانه في كثير من الناس يعني جرت العاده انه بكون مثلا احيانا داخل على التلفزيون باحد زملاء المخرجين، شو عنده قيس، بدنا اياه لمسلسل. انا ما دخلني، يعني انا العلاقه الابويه في المنزل تختلف عن العلاقه المهنيه طبعا. ما فيني اقول لهم عنده مسلسل ومرتبط ومو مرتبط، احكوا معه سالوه لانه هو بيعرف اخي شو بدكم عنده. تعملوا لقاء، فانا قلت لكم اوكي لازم اعرف شو بدي يقول قيس. على كل الاحوال مشان الاولويات بشكل استثنائي كمان انا حابب اعرف اولوياتكم. بدي اقول لكم قصه صغيره بس تكتبوا لي شو اهم شيء بالنسبه لكم. اوكي بالبيت انتم موجودين، في 5 امور صارت بنفس الوقت. تليفون البيت كان عم بيرن، وفي ولد عم يبكي، وبنفس الوقت في واحد جاي وعم بدق جرس الباب وعم بيصيح من برا عم بينادي لكم يعني، وناشرين ثياب على البلكون، نزل مطر بلحظتها يعني انه وهون بهاي الجو الرومانتيكي كتير في طبخة على النار فارت وبلشت تنكب. اذا بدنا نرتبهم بالنسبة لإلكم يعني كيف بترتبون؟ شو اول شغلة بتعمل لاخر شغلة؟ نحكيها ولا نكتبها؟ ايه بس مشان نحن